أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن العتق من النار. الصيام حماية من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي رواية عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. شبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الصيام الدرع التي يقي المقاتل الإصابة أثناء القتال، وهذا من فضائل الصيام ولشرف منزلته العظيمة وأثره. علينا أن نعلم أن الصيام من أفضل الأعمال البدنية، والمراد من ذلك هو إخبار العبد أن الصيام هو وقاية له من نار الآخرة. اللهم كما أنعمت لنا بهذا الشهر الفضيل فتمم علينا هذا الشهر الفضيل واعتق رقابنا من النار. تقبل الله صيامنا وصيامكم. دمتم بخير. إلى حلقة جديدة من برنامج بودكاست رمضان الحضارة. فوازير بودكاست رمضان الحضارة. أجب واربح. ما هي السورة في القرآن الكريم التي تعد أم الكتاب؟